السلام عليكم، حياكم الله شباب في هذا الفيديو المهم جدا لكل شخص يحمل هوية زائر في المملكة العربية السعودية حاليا. واي شخص لا يحمل هذه الهوية انصحك لا تتفرج الفيديو، لان هذا الفيديو ما راح تستفيد منه اي شيء ويعتبر مضيعة لوقتك. في هذا الفيديو بحاول الخص كيف الشخص حامل هوية زائر انه يحصل على هوية مقيم. طبعا يا شباب، نظام اجير نظام من عدة سنوات يتبع وزارة العمل. الغرض منه بكل بساطة تبادل العمالة بين الشركات والمؤسسات بعقود ذات فترات محددة. ولكن بسبب الأزمة الراهنة في اليمن تم تعديل النظام بحيث أنه يسمح لليمنيين حاملي هوية زائر أنه يعمل في أي مؤسسة أو أي شركة بشكل قانوني بدون أن يستكمل التسجيل في نظام أجير. يعني بالمختصر المفيد يا شباب أنه أي شخص يحمل هوية زائر ممكن أنه يشتغل في أي مؤسسة أو في أي شركة بغض النظر عن صاحب العمل في الهوية. وكما الكل عارف هذه الأيام يتم إصدار جوازات لكل شخص يحمل هوية زائر، وبحسب الأخبار الصادرة من السفارة اليمنية في المملكة العربية السعودية أنه سوف يتم إصدار هوية مقيم لكل شخص يحمل هوية زائر زائد جواز. الآن وصلنا لأهم جزء في الفيديو اللي هي الخطوات المتبعة لإصدار هوية مقيم. 1. أن تكون من حاملي هوية زائر. 2. أن تقوم بإصدار جواز وتسجيل بياناتك في الجوازات السعودية. تقريبا هذا تكلمت فيه في الفيديو هذا اللي انتم شايفين اللينك عليه يا شباب. 3. أن تكون على رأس عمل سواء شركة مؤسسة أو فرد سعودي. 4. الجهة التي تعمل لديها تقوم بالتسجيل من خلال حسابها في موقع أجير وإصدار إشعار أهلية عمل لك بعد إدخال بياناتك ودفع الرسوم المطلوبة. وهنا أعيد وأكرر يا شباب، جهة العمل اللي تعمل لديها هي اللي تقوم بتسجيل الدخول من خلال حسابها في موقع أجير، وليس أنت يا حامل هوية زائر. وبعد إتمام كل هذه الخطوات ترجع تمر بالإجراء العادي لإصدار هوية مقيم. وبكذا نقدر نقول Congratulations and celebrations لحصولك على هوية مقيم في المملكة العربية السعودية. ولكن لازم تعرف أنه بعد إصدار هوية مقيم كل قوانين مكتب العمل بتنطبق عليك وعلى الجهة العمل اللي بتعمل لديها، سواء من تجديد إقامة، من تأمين أو غير ذلك. والآن قبل ما أنهي الفيديو معايا نصيحتين. أي شخص معاه تخصص جامعي أو يحمل شهادة جامعية، عندما تقوم بإصدار هوية مقيم قوم بتعديل مهنتك في الهوية بحيث أنها تطابق تخصصك الجامعي. هذا الشيء بيفيدك كثير جدا في المستقبل. إذا أنت مثلا هنا لوحدك ممكن أنك تستخدم أولادك وزوجتك من اليمن. الشيء الثاني، حاول أو احرص كل الحرص أنك تبحث على عمل يفيدك أو عمل أنت تستقر فيه وترتاح فيه، سواء مؤسسة أو شركة. وأي شخص حاليا مش على رأس عمل أنصحك بمتابعة الجرائد وأيضا الصفحات اللي في الفيسبوك اللي تقوم بإعلان عن وظائف. يعني على سبيل المثال جريدة الوسيط، وأيضا مثلا في الفيسبوك صفحة صرخة مغترب. وفي الأخير الله يكتب الخير للجميع. إذا حبيت الفيديو واستفدت منه شاركها مع أصدقائك عشان هم أيضا يستفيدوا من الفيديو. ولا تنسى أيضا الاشتراك في القناة، لأنه كل فترة بقوم بإنزال فيديوهات تفيد المغترب اليمني المقيم في المملكة العربية السعودية. وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.